النادي الاهلي بشعبيته بجمدانه اللي شريف بيقول لك هاخد دوري والكلام ده. مين اللي خد مكانه دلوقتي؟ وهو معاه كل حاجه. خد مكان مين؟ الاهلي طبعا. بيراميدز احسن فرقه في مصر مش انا راجل زملكاوي. انا احسن فرقه دلوقتي في مصر بيراميدز. طب والاهلي لما بيكون كويس تقدر تقول ان الاهلي احسن فرقه؟ ممكن اقول لك الاهلي كان كويس. كان امتى بقى؟ السنه اللي فاتت كلها. دلوقتي مين اللي واخد بطوله افريقيا؟ ايوه السنه اللي فاتت الاهلي بيراميدز في 4 شهور بتاع 3 4 انت الاهلي السنه اللي فاتت كان كويس؟ كان كويس والاهلي على طول كويس. انت قلت عليه كويس؟ وحش. انت قلت عليه كويس؟ الفرق الاهلي على طول كويس على فكره. ما حدش ما قالش ان الاهلي على فكره ابدا. طيب كويس. الاهلي نادي كبير ونادي محترم. بس معلش اما دخل في مقارنه مع بيراميدز مين كسب؟ بس انا عايز ارد بقى. لا 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 مين خد لا افريقيا؟ لا لا ما حدش يكسب الاهلي. لا بيراميدز كسب الاهلي. انا بتكلم لا بيراميدز رقم 1 في مصر. ممكن دلوقتي ما هو دلوقتي ده هو اللي واخد ممكن دلوقتي هو يستحق، هو بطل افريقيا، لكن لا انت بتتكلم على تاريخ. ماليش دعوه انا ما بتكلمش لا انت بتتكلم على بطولات. انا تاريخ برضه وانا مش تاريخ. لا احنا ايه اللي دخل الزمالك؟ ما انت لو جيت قلت لي على الزمالك مش عايش على تاريخ يا باسم لو انت قلت لي على الزمالك هقول لك برضه بيراميدز لا يقارن بالزمالك. هي لان الزمالك ايه؟ تاريخ يا كابتن. ماشي ما انت بتتكلم على يعني سنه اولى دوري ابطال افريقيا، كاس سوبر رقم 1، لكن الزمالك 5 دوري ابطال افريقيا. تاريخ. التاريخ ده ما اصلا معلش يا باسم، ايه دخل الاهلي اصلا في الموضوع ده؟ السؤال مش دخل. لا ما هو عشان هو بيقول لي ما هي كوره في مصر اهلي وزمالك. عشان هو بيقول لي الناس اللي بتمشي وانت بتقول الاهلي طول عمر نادي الزمالك ما بيفكر بالطريقه دي، ان هو مشاكله النادي الاهلي مش هيحل اللي عنده. على فكره انت اللي بتجري ورايا. انا وانت دلوقتي اللي بيجري ورايا بالعكس. لا هو اللي بياخد لعيبتي. لا هو اللي عمال يجري ورايا. احنا الاثنين معانا عربيتين، انت معاك فلوس تحط بنزين وتعمل لها صيانات وكل حاجه في وقتها والعربيه ماشيه معاك زي الفل. انا ما معيش فلوس احط بنزين ولا اعمل صيانات اجي اقول لك معلش تعالى حط لي بنزين. المفروض انا اجي احط له بنزين؟ لا استنى. لا استنى. المفروض انا اخليه معايا في المنافسه. يعني المفروض الاهلي غلطان فعلا هو بينافس لوحده على الدوري. يا حبيبي اسمعني، ما انت مجلس ادارتك اتحل برضه ما مشيش ليه؟ المفروض اكلم الزمالك اقول لهم مجلس ادارتك اتحل. لا مالكش دعوه بالاهلي. ازاي ماليش دعوه بالاهلي؟ ما انا حالتي حالتك. انت مالكش دعوه بالزمالك وانت مالكش دعوه بالزمالك. طبعا انت دلوقتي بتلومني لا انا معيش فلوس. انا هبص ليه؟ ما انا ما عملت فلوس وكسب الاهلي وكسب بقى رقم 1 في مصر. دلوقتي المجلس الاداره مشي. انا ما تعتقدش. انت بتكمل بس وجهه نظري. انت برضه رد على كلامي. الجمعه لكابتن طارق برضه اللي انت سالته على امام وبن شرقي وزيزو، اللعيبه اللي هي راحت من هنا لهنا. ايوه ما دي قصه يا جماعه. معلش عايز اقفلها لك بس. ده 8 لعيبه، ده انا ما جبتش ده في تاني. طيب يبقى مين بيجري ورا مين؟ ياسر ابراهيم. مين بيجري ورا مين يا كابتن مهيب؟ مين بيجري ورا مين؟ عايز اكمل وجهه نظري يا جماعه بس. اتفضل. امام عاشور رجع من الدنمارك، راح نادي الزمالك كلنا عارفين، واتحايل على نادي الزمالك، ما كانش فلوس نادي الزمالك. انا بس هكمل لك للاخر. امام كان عايز يرجع الزمالك، وامام اصلا زملكاوي كلنا عارفين ده. مفيش فلوس يدفعوها، الراجل مشي. زيزو عقده انتهى، مفيش فلوس يدفعوها، جالنا الاهلي. بن شرقي عشان بس بن شرقي اصلا بيلعب في قطر، ما راحش في الزمالك، جالنا من قطر. فعايز اقول لك ان الثلاثه احنا ما خدناش حد من الزمالك، عقودهم خلصانه، مفيش فلوس. انا برضو ما قلتش كده بغض النظر. ده انا قلت تفريط نادي الزمالك في النجوم. طيب هتيجي ارد لك على واحد امام عاشور لما رجع وكان طالب نادي الزمالك، مش حضرتك قلت كده؟ الزمالك ما خدوش ليه؟ ماليش دعوه. انا راجع عندي ايه احسن لعيب في مصر. احسن لعيب في مصر امام عاشور، لو الدنيا اتهدت هوفر له فلوس. معلش، امال فين رجال الاعمال؟ فين المحبين والداعمين والمؤثرين والباكين؟ وانا بقالي سبقك 3 مليون دولار.